زيدان بيحاول ان هو ياخد مكان، هو الامل الوحيد لفريق الواج. بعد ينتظر طبعا يعني فريق الاي جي يروح ويمشي من المكان مشاهدينا الكرام وينتقل الى منطقه الامان عشان خاطر يقدر يتحرك ويقدر يرجع اصحابه مره ثانيه، ولكن اتوقع ان الموضوع قد يكون صعب. عندنا هنا طبعا الفريق الباكستاني هوت شوت مشاهدينا الكرام بقياده اكشنز اللي هو موجود في هذه اللحظات. فريق طبعا الهوت شوت اللي احنا خدنا معاه اشتباك من البدايه، وهو اللي بصراحه خلانا طعم لفريق طبعا الايفوس. انسحب على طول لما لقى فريق الايفوس قادم، قرر الانسحاب وخلينا احنا طبعا مباشره مع فريق الايفوس، وبالتالي تم اقصائنا مشاهدينا الكرام. نلاحظ هنا ونشاهد بعد داخلين في الدقيقة 13 من اللعبة، من الإثارة، من المتعة، من السيناريوهات مشاهدينا الكرام، وتفتح فرق موجودة معانا لحد هذه اللحظات 34 لاعب، ولكن بص تشوف الفلوكسو في هذه اللحظات بقيادة بوتين عندهم 4 كيل، عملوا أداء أكثر من رائع في الروم الأولى. هل يحسبوها في هذه اللحظات ويتحصلوا على بويات وتكون بويا برازيلية أيضا مشاهدينا الكرام في اليوم الثاني وفي الحكاية الثانية؟ بص تشوف المناورات، دعم من كل حتة، أكثر ومن 5 اسكوادات، 5 فرق في هذه اللحظات في صراع قد يكون قاسي، الصراع قد يكون أسطوري. سنشاهد في هذه اللحظات إيتاشي، أجواء صعبة جدا. سنشاهد في هذه اللحظات أكثر من فايت في نفس المكان طبعا، وهي المساك. نعم تقريبا شاهد الآن عزيزي المشاهد تقارب المسافات الإي جي والهوت شوت وفريق الإيفي والإيوان والار ار كيو وكذلك الفلوكسو. تقارب المسافات بين الفرق وبين اللاعبين. نعم الآن الإي جي يضغط ضغط نسبي على فريق الهوت شوت. الهوت شوت وين أنت ماشي؟ أين أنت رايح يا اليوم؟ أين أنت ماشي اليوم؟ يضغط هناك، ينجح في إقصاء الأول. الهيفي متفوقون عدديا الآن. الهيفي الهوت شوت يتراجع، ضغط عليه الإيوان فهرب الى الهيفي، فضغط عليه الهيفي فتراجع الى الوراء ليجد الايجي بالانتظار. نعم الان الهيفي بلا اقصائين. نتحدث عن الان بينما هناك من يعاني في صمت رهيب، بينما هناك من يتألم في صمت رهيب. اتحدث عن الموفيستار يبحثون عن طريقه للدخول. نعم جوكر ينجح، لكن الضغط مستمر من جانب اللاعب دودز، من جانب فريق الار ار كيو في البعيد. الضغط مستمر الان بتلقاء دودز، يلتف لك على اليسار، يلتف على اليمين، طردا على الهيفي وطردا اخرى على فريق الموفيستار. بينما فريق الفلوكسو بتركيز غريب او بتركيز خلينا نقول اكثر من رائع من طرف هذا الفريق. نعم اذا تقريبا الان النوفا يودعون الميدان بعد ما قدموا مباراة كبيرة جدا من ناحية الإقصاءات. الهيفي رفقة الهوت شوت لا يزال في معاناة. ربما لو دخل في فايت أو على حساب الإيوان أو على حساب الإيجي لكان أفضل مما كان عليه. عندما تعلم أنها النهاية فلا تمت شبانا يا هوت شوت. الآر ار كيو على مستوى الصورة في مواجهة مباشرة على حساب الفلوكس في صراع المكان، في صراع التمركز. قنبلة موجودة من جانب كويه، دودز يتلقى في الأضرار مال أو ام تي 7. نعم ام تي 7 من هنالك بالسنايبر لا يزال يحاول تسيب الشوتجار. خلاص الار ار كيو باي الار ار كيو يودعون الميدان الآن من جانب فريق الهيفي. نعم وكذلك الايجي جلوبال متواجدين برصيد او خلينا نقول ب4 لاعبين. هيفي بنقص عددي خابي مفاسة صعبة جدا. باروس يحاول سيف يسقط ديو مكان هاي جراوند استراتيجي. الإيوان التراجع، الإيوان الموفيستار التمركز الصحيح، أصحاب الاختصاص التمركز الصحيح لدى فريق الموفيستار. هو غامر في التفافه في الأوبن في المناطق المفتوحة، لكن لعبة لصالحه بطريقة رائعة جدا. هذا الفريق بطريقة أكثر من رائعة مودي. هذا الفريق يسير بخطى ثابتة ربما من أجل تحقيق بويا. نعم شايفين دلوقتي فريق الار 7 مشاهدينا الكرام عنده 9 كيل يسير، وخاصة تمركز فريق الايوان على الفلوكس في هذه اللحظات بعنصرين، ويتدخل نعم فريق الار 7 ليحسم الموقف وتكون بويا مكسيكية في هذه اللحظات اللي يفعلها الموفيستار. التحرك من جهة ثانية من عند الهيفي باخر عنصرين، وكل واحد فيهم ضربة، كل واحد فيهم لمسة. احسها كده ايتاشي واضحة وصريحة لفريق الار 7 بلمسات المكس
مكسيكي مكسيكانو، الخلطة المكسيكية، النكهة المكسيكية. هل تتحدث في هذه اللحظات وتكون البوية الثانية في كالهاري؟ تمركز صح، لعبها صح، لحظات أخيرة. نعم، لحظات قوية بكل تأكيد. فريق طبعا الار 7 الموفي موفي 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 موفي. من هناك فريق برازيلي يبحث على انتصار برازيلي ويصل إلى انتصار برازيلي. ايوان بقيادة باو 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 سنايبر الفريق، سبورت الفريق بالتين ايضا يتحول الى بومبير خلص. الله الله، هيفي باي هيفي باي 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 هيفي 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 هيفي. ولكن دلوقتي موقف صعب، فايت في هذه اللحظات 11 ثلاثي الابعاد. واو. نعم، المواجهة الثلاثية، لكن ربما أبرز المرشحين الموفيستار، أبرز المرشحين الموفيستار بالنسبة المئوية، لكن الإيوان خصم عنيد، لكن الفلوكسو دائما ما يصنع تلك المفاجآت، الفلوكسو دائما ما يصنع تلك الفوارق بزيادة عددية بنقص عددي. لا يهم الأسلوب ولا تهم الكيفية، قدسين بتركيز كبير. بومبا الأولى موجودة من جانب اللاعب هاكسس، كيمسكي كذلك يضغط بالجريناد على حساب فريق الفلوكسو، بينما التريث من جانب الإيوان. نعم، التريث والاستماتة الدفاعية في انتظار انحسار الزون، في انتظار تقلص الزون. بومبا بلوبا بومبا بومبا يا ايوان، لعبة بلعبة يا ايوان، جرينادا بجرينادا، قنبلة بقنبلة، حركة بحركة. بوبس من هنالك كذلك يضغط على حساب الإيوان. نعم، الآن التريث، الهدوء يعم الأجواء، الهدوء يعم هذه هي الأجواء. لكن والله بعد لحظات ستزداد الأمور صعوبة خاصة على الفلوكسو. نعم، الآن الضغط مستمر من كل الجبهات، لكن بوبس وبوتسيني الله ربما سيعطون البوية للموفيستار. الأول باي باي والثاني راح خلاص. موفيستار. نعم، سيتفوقون الآن. الأول يسقط، الثاني يسقط. جوكر وديلا يحاول، ديلا على اليسار، ديلا على اليمين. خلاص، باي 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 يا مودي. بو بو بويا